عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستر محمد عثمان ودي المحاضرة الرابعة. احنا رجعنا على الوحدة الأولى ورجعنا على الوحدة الثانية ورجعنا على الوحدة الثالثة وخدت لك البرنامج الشخصية كده بجنب أنا وأنت وقعدنا نبصص فيها براحتنا. النهارده الوحدة الرابعة هيمسك فيها بقى. بص يا باشا، أولى ثانوي وثانية ثانوي كان فيها شوية حاجات كده، شوية ملحوظات وحروف جر جايبها لك في ثالثة بزيادات بسيطة. فعايزك تركز معايا وركز قوي، لأن أنا لو خلصت الوحدة الرابعة هجيب لك من الأولى والثانية الحاجات دي. فيا باشا تقعد مركز ورقة وقلم. فيلا بينا. بص يا باشا، عندك الانيتي كانت الوحدة الرابعة اللي هي كانت بتتكلم عن لي موين دو ترانسبورت، وسائل المواصلات. وسائل المواصلات وحروف جرات. تعالى كده واحده واحده. دي طبعا كلمات المفروض حضرتك تكون حافظها. احساس، سensation، سensation، تمام. ويشعر سنتير ويرافق اكومبانيي وهكذا يعني. بص يا حبيبي، اول حاجه عندك كانت بتتكلم عن وسائل المواصلات اللي هناخدها في جنب كده يا عزيزي الغالي، وهنشرحها لك تفصيلا ان شاء الله. بص يا حبيبي، وسائل المواصلات كانت بتاخد حروف جر. عايزك كده تركز معايا بالله عليك واحده واحده وانا معاك للاخر. وسائل المواصلات وحروف الجر معاها. وسائل المواصلات عندك 3 حروف جر و3 افعال، وفعلين كده على جنب لهم خاصيه لوحدهم. ال3 حروف جر اللي عندك حرف الجر اون وبار وحرف الجر عندك 3 حروف جر مع وسائل المواصلات. خلي بالك هم 3 حروف جر، الاو والبار والا. الاو استخدامها ايه؟ قال لك الاو استخدامها زائد وسيله مواصلات بدون اداه. وسيله مواصلات بدون ايه؟ بدون اداه. يعني ايه اداه؟ يعني منها الاسم اوتوماتيك، مفيش حاجه في النص. وليكن على سبيل المثال جايب لك نقط وجايب لك كلمه بيس اللي هي اتوبيس. هل في قبلها اداه؟ لا، ادام مفيش اداه تبقى اهو. الأون بدون أداة، أبنطق لك الإن عشان ما تنساش. الأون بيجي بعدها اسم بدون أداة، سواء بقى وسيلة مواصلات، سواء دول ومش عارف، هقول لك الكلام ده بعدين. يبقى الأون زائد وسيلة مواصلات بدون الأون بدون أداة، أنت بتعرف وسيلة مواصلات بدون أداة أون. طيب البار بار، البي بأداة. البار بايه؟ بأداة. لو جيت على نفس الاتوبيس ورحت عامل لك لو بيس، انت عندك هنا لو يبقى بار لو بيس. يبقى انا عندي دلوقتي يا حبيبي لو خدت بالك من اللي انا بقوله، انت عندك الاون بدون اداه والبار باداه. البي الاون بدون اداه والبار باداه. وعلى فكره عشان تبقى عارف، الاون اللي هو اي ان بيجي زائد اي اسم بدون اداه. اي اسم بدون اداه اخبط الاون هيجي معاك صح. يبقى الاون بدون اداه والبار باداه. عزيزتنا الاه زائد وسيله مواصلات مكشوفه. وسيله مواصلات ايه؟ مكشوف. اي حاجه تركبها رجليك مدلدله في الهو كده بتاخد لها حرف الجر اي نعم. ولكن على سبيل المثال لو انا جيت قلت لك فيلو اللي هي العجله وسيله مواصلات مكشوفه، يبقى بتاخد لها حرف الجر بتقول فيلو. بص يا عزيزي، عندك فيلو، موتو اللي هي موتوسيكل رجليك مدلدله في الهواء، وعندك اشوفال بحصان، وعندك اشوفال احنا قلناها فيلو موتو، وعندك اهمهم عندك بي اي اي دي اللي هي معناها سير على الاقدام. يبقى الام بدون اداه، البار باداه، مكشوفه. الام بدون اداه، البار باداه، مكشوفه. عندك بقى عزيزي الغالي 3 أفعال مهمين جدا 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 جدا. يبقى الأم بدون أداة والبار بأداة مكشوفة، وسيلة مواصلات مكشوفة. يبقى 3 حروف جر، الأم بدون أداة، البار بأداة، مكشوفة. 3 حروف جر عندك اللي هم براندر وأتوندر وإيتيليزي. 3 أفعال. براندر وأتوندر وإيتيليزي. براندر الأول معناها يأخذ، وأتوندر معناها ينتظر، وإيتيليزي معناها يستخدم.
اوتيليزي بستخدم معاها. لما اجي اقول لك ياخذ تقول لي ياخذ الاتوبيس ولا ياخذ في الاتوبيس؟ الف ولام. ايوه كده اظبط معاه. يبقى بروندر واتوندر اوتيليزي بيجي معاهم اداه هو غالبا ما بتبقى لو لالي اللي الف ولام. تقول انا انتظر الطائره الف ولام ولا انتظر في الطائره؟ لا انتظر الطائره الف ولام. لما تيجي تقول انا استخدم العجله الف ولام ولا استخدم في العجله؟ استخدم العجله الف ولام. يبقى يا عزيزي لما تيجي تقول يو براندر ياخذ وينتظر ويستخدم براندر واتوندر اوتيليزي لو لالي او اداه. ازاي؟ ممكن تيجي تقول مثلا جاتوند انا انتظر لو بيس، انتظر الاتوبيس. ممكن تقول جو برون انا باخد ما فواتير انا باخد عربيتي بور فواياجي عشان اسافر. يبقى انا عندي دلوقتي عشان تتعامل صح مع القاعده ديت هتحفظها ازاي؟ هتحفظ لي يا عزيزي، انا هرتبها لك اهو عشان الناس اللي انا عايز اخد لقطه من الشاشه، الناس الشاطره اللي عايزه تذاكر ان شاء الله باذن الله بعد العربي كده تركز في اللي انا بقوله ده هتتبسط. عندك اول حاجه الاون بدون اداه، عندك بعد كده البار البي بي بار بأداة، عندك وسيلة مواصلات مكشوفة ب مكشوفة زي افيلو واموتو واشوفال، واختهم الكبيرة بي اي اي دي اللي معناها على الأقدام. يبقى 3 حروف جر الأون والبار والآ بدون أداة بأداة مكشوف براندر أتوندر اوتيليزي لو لالي أو أي أداة. أهو أنا باخد عربيتي ما فواتير عشان العربية مؤنث، أي أداة سواء معرفة بقى سواء إشارة سواء علم سواء ملكية اللي يعجبك. يبقى تاني 3 حروف جر 3 أفعال، 3 حروف جر الأون والبار والآ بدون أداة بأداة مكشوف براندر أتوندر اوتيليزي. بس خلي بالك إن أنت عندك بار ممكن تستخدم حرف الجر الدون دي ان اس داخل زيها بالظبط. تقول مثلا انا اتنقل داخل عربيتي عادي، تيجي تقول انا بسافر داخل قطار اتس اوكي مفيش مشكله. يبقى انا عندي 3 حروف جر 3 افعال. بص 3 و3 الاون والبار والآ، الاون بدون اداه الاون بدون اداه، البار باداه، الآ مكشوفه براندر واتوندر اوتيليزي لو لالي. طيب فكده خلصنا دول. هقف لك هنا بقى خد لي لقطه اون دون اداه، بي اداه، مكشوفه، فيلو موتو شوفالو بي براندر اتوندر اوتيليزي لو لالي. يا حلاوتك يا حلاوتك يا جمالك، سبت للحلوين ايه اللي بعده. بص يا عزيزي يا عزيزي، احنا قلنا 3 حروف جر و3 افعال. في فعلين كده جه قال لك بص انا مش لازمني القاعده دي، انا عايز قاعده لوحدي. تمام، القاعده دي بتقول ايه بقى؟ عندك فيرب مونتي يصعد، وفيرب ديسوندر السلام ينزل، يصعد داخل زي الأداة طبعا، ينزل من، يصعد داخل ينزل من. يصعد فيرب مونتي بياخد دون دي اي ان اس زائد أداة يصعد داخل، وينزل ديسوندر دو والاتنين بالدي يا حبيبي. يصعد داخل ينزل من منتدو. لما تيجي تقول منطقيا، لما تيجي تقول انا اصعد داخل السياره يعني انت هتخش جواها يصعد داخل. لما تيجي تقول ينزل انت نازل من العربيه بتقول امشي يا شيخ، تقول امشي يا شيخه خبطها برجلك كده ينزل منها. يبقى يصعد داخل ينزل من، يصعد داخل ينزل من. دي صندوق دو ديو دولار، على فكره الدو دي مدغمه بيبقى اصلها دو على حسب الكلمه اللي بعدها. تعدك مثال اكزامبل جو مونت انا اصعد دون لا فواتير.
انا اصعد داخل السياره، خلي بالك ان الدوم بيجي بعدها اداه. يبقى يصعد داخل ينزل من، يصعد داخل وسيله مواصلات دي ان اس بيجي بعدها اداه، وينزل من اللي هي دي يو دولار لا بصفر دي. يصعد داخل ينزل، انت مذاكر كده اقدر اني يصعد داخل ينزل من، يصعد داخل ينزل من. بس ما تنساش يا حموك شجيل ان انت عندك فعل مهم جدا، صيغه مهمه جدا كان اسمه مونتي. اها مونت اشوفال، يركب على الحصان. لان وسائل المواصلات المكشوفه بتاخد حرف الجر اي نعم. اي وسيله مواصلات طول ما انت رجليك في الهو تاخد حرف الجر طول ما انت راكب كده ورجليك في الهواء تاخد حرف الجر طب انت دخلت جوه وسيله المواصلات تاخد دي ان اس. طب انت نزلت يبقى نزلت منها ديسندر دو اللي هي دي ودولار دولار بص في دي اس. وخلي بالك يا عزيزي ان الاماكن تاخد الار مدغمه ايو الله، الاماكن بتاخد الار مدغمه، المكان بياخد الار مدغمه يا حاله، المكان بياخد الار مدغمه اللي هي ايو الله لا بص في اكس ولا تاثر بالنفي ما عدا فعل واحد اسمه باسيبار يعدي على مكان. الكلام ده قعدنا نغني فيه طول السنه. تاني انت عندك هنا الاماكن بتاخد الايو والالا اللي احنا بنتكلم عنه ده كله وسائل المواصلات، يصعد داخل ينزل من وسيله مواصلات. اما المكان بياخد الايو والالا ولا بص في الاكس. طيب صلي بينا على النبي يا عزيزي، صلي على النبي تاني. يبقى انا دلوقتي عندي ان 3 حروف جر، الاون والبار والا. بنطق لك الان اهو، الاون بدون اداه، البار باداه، الا مكشوفه. عندك 3 افعال بقى، بوندر واتوندر وتيليزي لولا لي او ادوات. يصعد داخل ينزل من، مونتي دون دي ان اس، وينزل من دي يو دولار. اما الاماكن بتاخد الايو والالا ولا بص في الاكس، ومونتا شوفال يركب على الحصان. طيب تعالى كده، قال لك في حاله واحده بتستخدم بار بدون اداه، لما يجي يقول لك بار افيون بطياره وبار باتو بقارب، يمكن استخدام بار بس في الحالتين الاثنين دول بدون اداه. يبقى 3 حروف جر 3 افعال. على فكره 3 افعال مهمين جدا لما تشوفهم تستخدم اللو الله وليها وتستخدم اي اداه. انا والله نفسي نحل على الكلام ده شويه. تعالى كده نشوف فايل نحل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الام بدون اداه والبار باداه وسائل المواصلات المكشوفه بتاخد حرف الجر واللون. شايف 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 شوف 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 اها الله 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 يا نهار ابيض. بص يا عزيزي، اول كيستيون بيقول لي تيفا اون فيل، انت تذهب الى المدينه نقط اتوبيس. انت عندك بروندر واتوندر وتيليزي؟ لا. بما انك ما عندكش لا بروندر ولا اتوندر ولا تيليزي يبقى انت هتستخدم عادي جدا 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 الاتوبيس وسيله مواصلات بدون اداه، وبدون اداه بستخدم قبلها اون اللي هي اي ان، بدون اداه اون على طول. وسيله مواصلات يا عزيزي بدون اداه وبدون اداه اون. اللي بعده بيقول لك تيفا اون فيل نقط مترو، مترو وسيله مواصلات قبلها اداه، لا مفيش اداه تبقى اون مترو. اللي بعدها بيقول لك جو في الا بيبليوتيك، انا اذهب الى المكتبه نقط موتو. موتو اللي هو الموتوسيكل، اسمه موتوسيكل. الموتوسيكل وسيله مواصلات مكشوفه، وسائل المواصلات المكشوفه بتاخد لها حرف جر يا عزيزي. موتو بيلو وابي. ياك تنسى الكلام ده. يصعد داخل ينزل من مونتي دون. يصعد داخل وسيله مواصلات، هيركب جوه القطار. الام ما بيجيش بعدها اداه، دي اداه الام ما تنفعش. يا قوم الام بدون اداه. والا مكشوفه مش هينفع الاي يجي بعدها اللي هو باي حال من الاحوال، خليك بتفهم. البار مش نافعه. اللي بعده بيقول لك جوفيالا بيبليوتيك نقط بي دي على الاقدام، قدم. ما هو الاقدام وسيله مواصلات يا حبيبي اللي هنا بتنقلك من مكان لمكان، يعتبر من وسائل المواصلات. هنا ودي هنا مش اهو وسائل المواصلات المكشوفه بتاخد لها حرف جر بيقول لك جوفيالا ليبرير ابي على الاقدام.
بص للجمله دي، بيقول لك بور عليه وبارك لذهاب لحديقه، خد نقط المترو. هتروح قايل خد المترو الف ولام، لولا ما ينفعش تقول خد في المترو، لا خد الف ولام. بروندر اتوندر اوتيليزي لولا. بص احنا نمشي مظاهره، بروندر اتوندر اوتيليزي مظاهره ايه ده؟ احنا هنروح في داهيه. كات مانتش يا باولو، مظاهره ايه؟ بص يا سيدي الجمله دي، بيقول لك بور عليه وبارك للذهاب للحديقه، بروني خد نقط مترو. هقول له خد المترو ولا خد في المترو؟ لا خد الف ولام. براندر واتوندر اوتيليزي لولا، زي ما كنا قاعدين بنشجع. بص اقعد انت واحد صاحبك كده هيقول لك براندر واتوندر اوتيليزي لولا، تنطوا على بعض تمام. وايميل بنفيراد مع وسائل المواصلات. اتمنى ان انت تكون فاهم، عشان على قد ما قلبي وجعني وانا بشرح وانا شايفك جاي تودعني ومش فاهم. لا افهم يا عزيزي. اللي بعده بيقول لك ميك وما اصدقائي يحبوا سودي بلس ان هم يتنقلوا بالعجله، اللي هو حرف جر. وسائل المواصلات المكشوفه بتاخد لها حرف الجر عجله يا عزيزي. اللي بعده بيقول لك اون برو، نحن ناخذ نقط اوتوكار، بناخد العربيه. ناخذ الف ولام يعني لولا دي مبدوءه بفويل متحرك هناخد لها الابوستروف. اللي بعده بيقول لك ايما اتوند تنتظر. منطقيا يلا منطقيا بقول لك ينتظر الاتوبيس، محدش يجي يقول لي ينتظر في الاتوبيس. يعني انت هتركب الاتوبيس وهو ماشي تستنى فيه بني ادم؟ انت استغفر الله العظيم. ينتظر الاتوبيس الف ولام. ينتظر الاتوبيس ولا ينتظر؟ لا ينتظر. براندر اتوندر اوتيليزي لو، واخد بالك يا زوز؟ براندر اتوندر اوتيليزي، يا نهار ابيض انا قفلت الفايل. براندر اتوندر اوتيليزي لو لا لي، عاش مش مشكله. كمل. بيقول له ارثر ايتيو مونت يا عزيزي، مونت يصعد. مونتي اشوفال يركب على الحصان. الحصان هنا يعد كوسيله مواصلات مكشوفه هتاخدها حرف الجر. ما ينفعش تقول له يصعد جوه الحصان، ما تبقاش مغفل. هتقول له يصعد داخل الحصان، يبقى دي الناس مش نافعه وما فيش اداء اصلا. هتقول له يصعد على، اسمها مونتي يا قوم، اسمها مونتي شوفال. وسائل المواصلات المكشوفه بتاخد لها حرف الجر استغفر الله العظيم. اللي بعده بيقول لي ايما اتوند دي معناها ينتظر. بوندر اتوند اوتيليزي لو لا، بس خد لها بصرف عشان المتحرك. عيب لما متحركين يقابلوا بعض واحنا واقفين، هي سايبه. متحركين يقابلوا بعض واحنا قاعدين كده ازاي؟ اللي بعده بيقول لي جوفي وكلوب انا اذهب الى النادي نقط موتوسيكلات. ضحك عليا لما قال لي هو الموتوسيكل ده يا عزيزي مش وسيله مواصلات مكشوفه؟ صح يا زوز، صح يا احمد يا حسام. وسيله مواصلات مكشوفه بتاخد لها حرف الجر. اللي بعد بيقول لك سيلين فا اون فاكونس، تذهب في الاجازه تبقى فواتير دي معناها عربيه. وسيله مواصلات بدون اداء، ما هياش مكشوفه فمش هتاخد ما فيش اداه فمش هتستخدم البار. ما فيش بوندر واتوندر وتليزي فمش هتستخدم اللو. صح بقى معايا بقى، ما تتعبنيش بالله عليك. اللي بعده انا عندي هنا موتو دول لو موتوسيكل، بس خلي بالك لا بص، اصدقائي بيحبوا الموتوسيكل ولا بيحبوا في الموتوسيكل؟ لا بيحبوا الموتوسيكل الف ولام، لان ايميو بريفيريو ادرينو دي سي بياخد لو رالي، هتبقى لا موتو لان الموتوسيكل مؤنث. اللي بعده يصعد داخل ينزل من، يصعد داخل القطار. بيقول لي تي فام انت هتصعد داخل القطار، تركب جوه القطر. اللي بعده اللي هي تراموي، اللي هو تراموي ده في قبله اداه؟ لا مفيش اداه، يبقى الام بدون اداه، البار باداه، الرا مكشوفه، بروندر وتوندر وايميو بريفيريو ادريو دي تيستي لولالي تبقى له. بيقول لك هنا في المدينه نحن نكره الاتوبيس الف ولام لو. اللي بعده بيقول لي هنا مارتين سي دي بلاسي، تنقلت نقط بسكليت. البسكليت لا يصلح حالها بقى اللي كان يقول لك البسكليته وسيله مواصلات مكشوفه بتاخد لها حرف الجر. وسيله مواصلات مكشوفه تاخد لها. بيقول لي ساندي عندها نقط فواتير.
عندها عربيه، العربيه مؤنث، ده بيها مربوطه يا جدع. سياره فيها مربوطه فيها مؤنث وفيها ايه بالفرنساوي. تمام. طيب اللي بعده كده على السريع يلا. بيقول لي جو في نوت فيلو. هنا مش وسيله مواصلات. لما يجي يقول لك انا بمارس ركوب الدراجات، ركوب الدراجات دي هنا يعتبر رياضه، فناخد لها دي فيردوهات. يا نهار ابيض، فيردوهات هتبقى دي. بيقول اون دوا نحن ناخذ نقط الاتوبيس. عندي هنا يبقى ننتظر، نحن ننتظر الاتوبيس. يصعد داخل وانا ما عنديش دو، ينزل منه وانا ما عنديش دو. علي يذهب ما تجيش اصلا مع اللي بعده. جيم انا احب نقط اون افيون. اون افيون انا بحب امارس في الطياره، مش نافعه. بحب اخد في الطياره، مش نافعه. وده طبعا اي اس تي مش نافع، لان ايتر مش نافع، لان انا عندي ام فعل متصرف، هتبقى انا بحب اسافر بالطياره. الاي لافيك اس جمع يبقى نهايه الفيرب يا او ان تي يا او ان تي يا ان تي او ان تي. هم اتوند ينتظروا المترو. بيقولوا جابيت بري، خلي بالك بري بتاخد دوهات مضغمه، ديو دولار. بري دو مضغم. بيقول لك انا اسكن قريبا من المترو، من المضغم بتاع الدو. ده تانية ثانوي. بيقول لي ايه السودو بلاس؟ هو يتنقل نقط بيس، هنا وسيله مواصلات بدون اداه، بدون اداء اون. اللي بعده بيقول لك بي اسمها ابي يا عزيزي اهي، ابي على الاقدام، على الايه؟ الاقدام. اللي بعده بيقول لك جيم بيام فواياجي، انا بحب اسافر نقط تران، انا عندي هنا وسيله مواصلات بدون اداء، بدون اداء اون. شفت السهوله؟ هنا المترو بدون اداء، بدون اداء اون. طب تعالى نقرا الجمله. بيقول لي الفا ترافير بالعمله تبقى ام مترو. بيقولوا جيم بوكو رولير، رولير هنا اوتوموبيل، اوتوموبيل هنا وسيله مواصلات باداء ولا بدون اداء؟ بدون اداء، بدون اداء يبقى بس. السؤال اللي بعده لو خدت بالك هنا يا عزيزي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك تي علي انت ذهبت، راح قايل لك شيء سمر، انت رحت عند سمر، اقول لك مع مين ولا عند مين؟ بيقول لك عند فلان، هتقول له مع فلان ولا عند من؟ لا عند من. انت عندك سمر ده عاقل، العاقل بيسأل عنه بكي كيو يو اي اهي مسبوقه بشيء، يبقى تسبق الحرف الجر بشيء، تسبق اداه الاستفهام بنفس حرف الجر بتاع المفعول. اللي بعده بص يا عزيزي بيقول لك يوسف ريست على ميزون، خليك في البيت. جو باس شي وانا يوسف خليك في البيت وانا هعدي علي، يعني يوسف خليك في البيت، انا هعدي عليا ولا هعدي عليك؟ هعدي عليك انت مخاطب، انت سمعت واو. ليه يا عم؟ لان تي فاعل ما يجيش الا في اول الجمله، والايه فاعل ما ينفعش اقول انا هعدي عليا، هعدي عليا ازاي يعني؟ خليك بتفهم كده. بص ده شخص شيء، بيقول لك نو سوم احنا بنكون شيء داليا، احنا بنكون عند داليا، ما ينفعش اقول احنا بنكون الى داليا، عيب. اللي بعده بيقول لي احمد ايه باسي، احمد هيعدي عليك شيء طوال. يا جدعان شيء شخص، شيء شخص، الشيء شخص، ما عدا في حالتين اللي هم اترالي الملكيه والدو اللي ما يكون قبلها اسم وبعدها اسم. اللي بعد بيقول لهم في لكورس نحن نتسوق نقط السوبر مارشي، احنا بنتسوق في السوبر ماركت. مش ده مكان يا عزيزي؟ المكان بياخد الال المدغمه هتبقى اي يو، بالله عليك صح يا جدع، المكان بياخد الاي يو المدغمه، طبعا الال مش نافعه عشان عايز مدغم، الشي بتاع الشخص مش نافعه، الدو هنا ملهاش اي علاقه بالجمله اصلا. اللي بعده لا 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 هنا سنكتب كثيرا. بص يا عزيزي الغالي، بص كده وركز معايا بالله عليك. بص يا عزيزي، الكلمة اللي آخرها ار اي اي، الار اي اي ده اهي مكان مؤنث، ار اي اي المؤنث مكان، اما اللي آخرها اي اي ار المذكر شخص، اللي آخرها ار اي اي مكان، المؤنث مكان ومذكر شخص. تمام. هديك انا جمل دلوقتي وهفهمك. بص يا عزيزي السؤال، بص ده اخرها ايه؟ ار اي اي، الار اي اي ده مكان،
المكان ما بياخدش شيء، الشخص اللي بياخد شيء يا حبيبي. انت عندك هنا لا اداه ما ينفعش تاخد مدغم قبلها، والدو ما تنفعش، والدو طبعا ما تنفعش، فاللي اخرها ار اي اي هتبقى الا اهي، الا مدغمه لان المكان بياخد مدغم، هو جايب لك هنا اللي اخد لها الار بس. اللي بعده ده اخرها ار اي اي لا والله العظيم دي يا جدعان اللي اخرها ار اي اي. بص بص بس انت كده بص هو بحلق، بص اخرها ار اي اي، دي اخرها ار اي اي لا ده الاي الاول، يبقى ده شخص والشخص اسمه شيلو عندي بقى الكتب. اللي بعده هنا اخرها ايه؟ بص 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 ار اي اي، الار اي اي مكان والمكان بياخد الالم، الار اي اي مكان، اما شيلو شخص او شيلا لو مؤنث. اللي بعده بص يا عزيزي هنا الكلمه دي بيقول لك اون باس، احنا هنعدي لا باتينوار. باتينوار معناها ساحه التزلج، ساحه ليه؟ تزلج. بس باسي مع المكان بياخد بار، باسي بار والله لسه كاتبينها من شويه. باسي بار مكان وشي شخص، باسي بار مكان وشي شخص. هنا بيقول لك يا عزيزي بيقول لي جو في نقط موا، هو موا ده مش انا، هو انا ده مش شخص، شخص يبقى شيء اسمها شيء موا معناها عندي. يا جدعان على فكره في فرنسا لما بييجوا يتكلموا ما بيقولكش انا هروح في البيت، لا ولا كان هذا انا عندي شي موا. بيقول لك مثلا جو برون لو بوتي ديجيني شي موا، انا هتناول الفطار عندي. يجي يقول لك ايه؟ جو برون لو ديني، انا هتناول العشاء شي موا عندي. يبقى لما يجي يقول لك بالفرنساوي في المنزل الافضل انك تقول شي موا، شي موا. على قد ما قلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني وماشي ماشي بعيد، يمكن خير يمكن خير. بص يا عزيزي فيرب افوار، فيرب افوار بمعنى يملك، انا ما بحبش يملك بصراحه، او عنده، عنده. تصريفات طبعا جيت يا الى، nous avons vous avez ils ont. جيت يا الى nous avons vous avez ils ont. افوار بالايه واخرها او، افوار بالايه واخرها اي اي اس اي في ان اس اي في زد او ان تي. في تعبيرات اسمها افوار، اسمها دي الحاجات دي اسمها تعبيرات اهي للتعبير عن الاحاسيس، استغفر الله. بنستخدم ايه بقى؟ بنستخدم افوار، تعبيرات افوار. افوار يشعر بالجوع اسمها افوار فا، افوار سوار، افوار بير يشعر بالخوف، افوار فروا يشعر بالبرد، افوار شو يشعر بالحر، افوار انفيدو بوزوان دو سومي. عايزك يا حبيبي كده تبص لي عليهم معلش بصه كده معايا، بص كده معايا. avoir faim ou soif ou peur ou froid ou chaud ou envie de besoin de sommeil. دي اسمها تعبيرات افوار. الملحوظه دي في غايه الاهميه. بيقول لك ان تعبيرات افوار لا تتغير، ثابته. تعبيرات افوار دي ايه؟ ثابته، واقف على المبدأ ثابت. تعبيرات افوار يا عزيزي ثابته ما بتتاثرش. ليه؟ الاكزامبل هنا اهو، لو انا جيت قلت لك علي يشعر بالجوع، طب منى تشعر بالجوع، طب اصدقائي يشعروا بالجوع، طب صديقاتي يشعروا هي ثابته. لان انا هنا ما بتكلمش عن فاعل، ده انا هنا بوصف الفعل اللي هو ظهر. ركز معايا بالله عليك كده. لو انا جيت قلت على سبيل المثال منى المؤنث اهي، منى تشعر بالعطش، طب وعلي يشعر بالعطش، طب اصدقائي يشعروا بالعطش، طب صديقاتي يشعرن بالعطش. هي ثابته. تعبيرات افوار ثابته يا رجاله، تعبيرات افوار ثابته ما تتغيرش، تعبيرات افوار ثابته لا تتغير. هي بس شوف روا لو جالك مع فعل ايه تتغير. يعني لان بص 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 بص, بص. فروا معناها سائع وشو معناها سخن. لو جات لك مع فعل ايه تغيرها.
يعني لو انا جيت قلت لك مثلا الطبق بيكون مثلا المشروب بيكون بارد، يكون، يبقى انا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن المشروب. تمام. لو انا جيت قلت لك الشاي بيكون سخن، وليه سخن؟ الشاي، يبقى انا هنا بوصف فعل، يبقى انا هنا صفه. يبقى فروع وشو هم بس الوحيدين اللي ممكن يتغيروا لو فعل الجمله فعل اتم مش فيرب افوار. عندك بقى يا حبيبي افوار فيدو بيجي بعدها مصدر اي ان اف، دي لما تلاقيها في كراسه المفاهيم معناها مصدر. من ابو اخر حروف الجر ياتي بعدها مصدر. حروف الجر ياتي بعدها مصدر. مصدر نهايته اي ار وار اي واي ار. اتكلمنا في تعبيرات افوار. تعبيرات افوار دي مهمه جدا 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 على فكره، اللي هو يشعر بالجوع والخوف والعطش والمرض والالم والكلام ده كله. قلنا تعبيرات افوار ثابته لا تتغير. قلت لك لما يكون فيها دو بيجي بعدها طبعا زي ما انا لسه قايل لك لما يكون فيها دو يجي بعدها فعل مصدر. هنا بيقول لك افوار بير دو او افوار بير اون. طب تعال اقول لك ده عشان مهم. بص يا حبيبي، افوار بير يجي بعدها دو لما يكون جاي بعدها اسم. بيقول لك يشعر بالخوف من الحشرات مش من التسعات. يشعر الله يا بس وحشه مش حلوه على فكره. ماشي وحشه، انا متاكد انها وحشه. يشعر بالخوف من الحشرات، يشعر بالخوف من العناكب، يشعر بالخوف من الوحوش. يبقى افوار بير دو. ممكن يجي افوار بير اون اللي هي اي ان ده مع وسائل المواصلات. خلي بالك لو انت هتستخدم افوار بير دو يبقى تعوض مكانها بالاون المفعول بتاعها. اما افوار بير اون المفعول بتاعها الضمير بتاعها اجريك. لو مش فاهم النقطه ديت يبقى اكتب لي في التعليقات وانا هطلع اشرحها لوحدها عشان خاطرك. ايه رايك بقى؟ يلا اللي بعده. هنا بيقول لك اشرب بوار يبقى اكيد كان عطشان سواء. هنا بيقول لك على مونجي ياكل يبقى جعان. هنا افوار بير هتبقى اون اي ان. هنا الدولة مش نافعه عشان ده هنا في فويل، هنا في متحرك. اللي بعده بيقول لك سيتي يا مش عارف بورتامبيل لو انت سقعان نلبس بلوفر هتبقى في رواو. خلي بالك ان افوار ثابته ما بتتغيرش. تعبيرات افوار ثابته. انا تعبت. تعبيرات افوار ثابته ما بتتغيرش. طيب بيقول لك تيا هنا فعل افوار يبقى انت عايز حاجه ثابته. بيقول لك البس تيشيرت يبقى لو انت حران. دي مؤنث ما تنفعش وما لهاش علاقه ماشي. انا شايف ان الكلام ده كلام سهل بصراحه، انا مش هضيع في وقت. اوه كوما امراتي اسيوفا. بس انا عندي هنا نو انا بقول ده. بص يا عم تعال نقرا الجمله الاول. شوف عشان تتعلم تقرا الجمله الاول. بيقول لك سي لو nous avons mal aux dents. لو احنا عندنا الم في اسناننا، لو احنا اسناننا وجعانه هنذهب نحن الاقتراح هتبقى الون شي لو ميدسان. هنا بقول لك سي فوز افي لو تون. انت عندك فو يبقى امر مع الفو عشان في كوم امر مع فو نهايته ازت. اللي بعده في تي امر مع تي السي اها اس ما تنفعش. احنا شرحنا الكلام ده في المحاضره الثانيه والله لو نسيب. بص عندي فو زافي راح قال لك البس بالطو. لو انت بتشعر البس بالطو. لو انت بتشعر بالايه؟ بالفروه. اها مش محتاجه يعني. بيقول لك تينا با دلو انت ما عندكش ميه معكش ميه. راح قايل لك فا الا بسين قال له لو انت تشعر بالخوف لو انت ما بتخافش من الميه. سلام على السؤال، يا سلام على السؤال. بقول لك اذهب للبسين. لو انت لا تشعر بالخوف من الميه روح البسين. لو انت ما بتخافش من الميه روح البسين. طبعا مش هقول لو انت ما بتخافش من الجوع، ما ينفعش اقول لو انت ما بتخافش من السقعه، مش منطق يعني. انتوا فاهمين؟ اللي بعده بيقول لك ده فعل افوار مع التي. بيقول لك سي تي يا وبي. لو انت عندك الم في رجليك، الم اسمها افوار مال. ادي افوار وادي مال. مال اسمها الم. لسه ده المفروض ان احنا نشرحها والله لا اشرحها. بص يا عم، بص يا عزيزي، فين يا ابني اهو بص التعبير اللي هو اسمها افوار مال. ركز يا حبيبي، ركز يا نن عيوني من جوه يا قلب القلب. ركز يا بابا إلهي تفلح. عندي كلمة مال دي معناها ألم. كم حرف؟ 3.
الف لام ميم الله. ومال بالفرنساوي كام حرف؟ 3. يبقى مال اسمها قلم، 3 حروف و3 حروف. مال دي يا حبيبي اسمها افوار مال اللي هي الاو والالا، والا اللي ابوستروف والاي يو اكس. افوار مال ايو الا. على فكره بتبقى كده، بس احنا بنضربها على حسب الكلمه اللي بعدها. اسمها افوار مال يشرب قلم فيه، افوار مال ايو الا لا بص في يو اكس على حسب الكلمه اللي بعدها. بس خلي بالك وحياة ابوك ان انت عندك في كلمه اسمها فونتر معناها بطن مذكر يا جدعان. تقول ايو اسمها فونتر بطن، اسمها بطن ولا بطنه؟ اسمها بطن، يبقى ناخد لها ايو بطن. فونتر بطن. وعندك كلمة دو اللي هي معناها ظهرك. لما تيجي تقول جيمال انا اشعر بألم، جيمال نقط دو. لما تيجي تقول انا اشعر بألم في ظهري ولا ظهوري؟ ظهر واحد مفرد تدخل له يو يا جدعان بقى، ما تزهقوناش. يبقى افوار مال اسمها افوار مال ايو الا لا بص في اكس. تمام. اسمها مالو فونتر جي مالو فونتر عند الم في البطن. كلمه بطن فيها ايه بس مذكر. عندك مال اودو لان كلمه دو معناها ظهر، والظهر المفرد ما ينفعش يبقى جمع في الحاله اللي زي دي. بص يا عزيزي، انت عندك هنا يا حبيبي هنا كوما بامر معكي اسي وفا في ايه بس. اسمع الكلام. هنا في كوما امر مع الفو اوزد من غير اي حاجه. بيقول لك سي فو ريفي كالم. لو انت او لو حضرتك عايز تنام بهدوء قال له اذهب الى شرم. يا في كوما يبقى امر مع الفو بيبقى ناتل مع اوزد ميتي. اللي بعده هنا في كوما امر مع تي اس اي فيرم لافوناتر. اقفل الشباك. اي اس طبعا ما تنفعش، خليك محترم، احنا تعبنا على ما شرحناه. في كوما امر مع تي يا اس اي بوا اشرب ميه. يا مصلح الحال يا رب. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. انتوا متخيلين اللي انا متخيله؟ احنا حلينا على الوحده الرابعه كلها قواعدها بكل حاجه فيها، وشرحنا ونجحنا وذاكرنا وتعبنا. يا الوحده الرابعه يا سيدي، والنبي ثواني كده. افعال الميول ميل وحدث منديله. بص المواصلات احنا قلنا بتساعدنا بكومو، ما قلناش مش مشكله. وسيله المواصلات بنركب خارجها يعني نركب خارجها يا عم. وسيله المواصلات اللي تركب عليها من فوق رجلك مدلدله في الهواء اسمها بتاخد لها حرف الجر وبس. الام بدون اداء، الضرب اداء، مكشوفه. بصوا سيبوكم من الكلام اللي مكتوب ده ماشي، واحنا على مبدأنا يا حبايبي. احنا بصوا انا مش ايه الكلام الكتير ده يا جدعان، والله كلام كتير فيه. وخدنا افوار مال بتاخد ايو الا بس عن الالم باين تشعر بالالم. وشيء شخص او ضمير توكيد، او شيء شخص او اسم او ضمير توكيد ماشي. واخدنا الم برضو دي الملحوظه اللي انا كنت قايل لك بقول لك عليها. بص اخرها اي مكان، ليو مكان. الاخرها اي هي اللي مكان، اما اللي اخرها اي ار شخص. تمام. اخرها ار اي مكان، ار اي مكان، اما اللي اخرها اي ار ده شخص. يذهب الى مكان ويذهب عند شخص. سي الشرطيه اللي هو امر مع تي اس اي والفوق وزاد عشان تعالى بص على المثال عشان ما توهكش معايا. في كوما امر مع التي يا اس اي وفا تبقى فا، احنا شرحناها. اللي عايز يفهمها يبقى يرجع للوحده للمحاضره الثانيه هيلاقيها فيها. صفات العدديه والترتيبات بتاعت ثانيه ثانوي انا مش محتاج ان انا اتكلم فيها على فكره، عشان الكلام ده انا شرحته لما طلع عيني فيه، بس انا هقول برضه عشان الناس اللي ما كانتش معايا. بص يا سيدي، دو معناها 2، حطيت لها يم اي ام يبقى معناها الثاني. تمام. بروميه معناها الاول. المهم اللي اخرها اي ام اي اللي هي يم دي بتمشي مذكر وبتمشي مؤنث. اللي اخرها يم ماشيه مذكر وماشيه مؤنث. طب انا هعرف مين مذكر هي مذكر ولا مؤنث؟ على حسب اللي بعدها. وبتاخد لو لا، بيقول لك رامي لو دوزيام، رامي بيكون الثاني خدت لها لو. اما هنا ندى بتكون لا دوزيام الثانيه.
هنا لو خدت بالك اهو صفات الاعداديه والترتيبيه ما بتاخدش ابوستروف، الكلام ده بتاع تاني سنه والله. الاعداد الترتيبيه ما بتاخدش ابوستروف. يا جدعان يا قوم، الاعداد وصفات الاعداد ما تاخدش ابوستروف. اسمع دي يا ابني، عندك اونز معناها 11، ده هنا يا حبيبي خد له لو، ما تاخدلوش الا ابوستروف. الاعداد اقول تاني، الاعداد وصفات الاعداد ما بتاخدش ابوستروف. اهو لو اونزيام، لا ويتيام. طيب احنا كده يا عزيزي الفاضل، صدقني خلاص. وعشان انت حبيبي انا هقول لك بقى، هراجع لك شويه حاجات من تانية سنه وكده يا حبيبي، فعايزك بالله عليك ريلاكس معايا. تمام. احنا دلوقتي اتكلمنا في حروف الجر مع المدن والدول، المدن والدول ايه استغفر الله. اتكلمنا في حروف الجر مع وسائل المواصلات، الاون والبار والاه. الاون بدون اداء، البار باداء، الاه مكشوفه بروندر وتندر وتيليزي لولا ليه. وعندك يصعد داخل ينزل من مونتي دو واشفال، ودي صندر دول هي دي ودولا. حلو الكلام. بص يا حبيبي، انت عندك في ثانيه ثانوي كان عندك درس كبير قوي كده اللي هو حروف الجر مع الدول والمدن. الدرس ده اتطلب مني بشكل انتوا مش متخيلين، والله مش متخيلين. فبالله عليك ركز معايا. بص يا عزيزي، وعايزك كده تركز بالله عليك واسمع ورقه وقلم وتعال معايا. خليني اقول لك على الجنب كده، في الجنب كده هقول لك ان الدول الجمع والجزر الجمع تاخد ايه يو اكس. الدول الجمع والجزر الجمع بتاخد يو اكس. يعني الولايات المتحده اللي هي يوتازيني، الولايات المتحده فيها اللي هي ولايات جمع تاخد لها يو اكس. عندك وليكن على سبيل المثال الامارات، هي اماره ولا امارات؟ امارات جمع تاخد لها يو اكس. عندك الفلبين، هو فليب ولا فلبين؟ فلبين جمع بتاخد لها يو اكس. يبقى انت عندك الدول الجمع والجزر الجمع زي المالديف، الجزر الجمع فتاخد لها يو اكس. يبقى الدول الجمع والجزر الجمع بتاخد يو اكس. ده على جنب كده على الهامش على ما نشوف احنا هنقول ايه. تعال نبدا الاول بالقارات. القارات يا عزيزي كلها بتاخد الاون، كلها. ليه يا عم؟ عشان مبدوءه بحرف متحرك. لو جيت بصيت لاسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا هتلاقي كلهم مبدوئين بحرف متحرك بفويل. يبقى القارات كلها بتاخد الاون اللي هي اي ان. تعال ننزل تحت شويه. الدول، انت هتذاكر لي الدوله ازاي؟ بص زي ما انا هقول لك كده بالظبط. الدولة المذكر ساكن خد له ايه؟ دولة مذكر ساكن. يعني ايه مذكر ساكن؟ يعني مذكر مبدوءة بساكن. الدولة المذكر المبدوء بساكن خد لها ايه؟ وليكن على سبيل المثال كندا، دولة مذكر ولا مؤنث مذكر؟ اللي اعرف ان هي مذكر ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ايه تبقى مذكر مبدوء بساكن ولا متحرك ساكن هتاخد لها ايه؟ زي مثلا وليكن الماروك، دولة المغرب مذكر ولا مؤنث مذكر عشان ما فيهاش ايه؟ مبدوء بساكن ولا متحرك بساكن هتاخد لها ايه؟ يبقى دولة مذكر ساكن اي يو اللي هي الاو. دولة مذكر ساكن بناخد لها الاو اللي هي اي يو. مذكر ساكن خد لها الاي يو. اما لو الدولة ديت كانت مؤنث هناخد لها اون. ولو مبدوءة بمتحرك هناخد لها برضه اون. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الشقاوة. بص دولة مذكر ساكن ايوه، مذكر يا جدعان والله مذكر مبدوء بساكن. لو دولة مذكر مبدوءة بساكن خد لها ايه؟ ودولة مذكر ساكن زي كندا، زي الماروك، زي اليابان. اليابان مذكر اهي ما فيهاش ايه، مبدوءة بحرف ساكن فتاخد لها ايه؟ مذكر ساكن ايه. لو مؤنث اون او لو مبدوء متحرك بتاخد لها الاون. وليكن على سبيل المثال لو انا جيت قلت لك ام الدنيا ايجيبت،
مذكر ولا مؤنث؟ لا مؤنث يا عم، ده فيها ايه؟ تمام. وبقى كمان مبدوء بفويل متحرك فهناخد لها الاون. مذكر اهي مؤنث اون. لو انا جبت لك مثلا فرنسا فيها او في الاخر، يبقى الدوله اللي اخرها ايه خد لها اللي فيها ايه. الدوله المنتهيه بايه خد لها اللي فيها ايه. الدوله اللي فيها ايه خد حرف الجر اللي فيه ايه. طيب فيها ايه في الاخر؟ اخرها متحرك او اولها متحرك. وليكن على سبيل المثال ايطالي، اوعدنا يا رب. ايطالي مذكر بس مبدوء بحرف اهو متحرك اللي هو الاي متحرك فهناخد له. يبقى المؤنث اون والمبدوء متحرك اون. بدأ كده براحه. الدول مذكر ساكن اون، مؤنث اون، مبدوء متحرك اون. مذكر مبدوء بساكن ياخد الايه. طب لو مؤنث اون، طب لو مبدوء متحرك يبقى اون. طب بص يا عزيزي، لو انا جيت مثلا قلت لك ايه؟ يبقى انا عندي هنا اهو اكتب لك تاني المذكر ساكن او. بص، اما الدولة المؤنث بناخد لها الاو والمبدوء متحرك برضه بناخد له الاو. امتى باخد الايو؟ مذكر ساكن. طب لو مؤنث خلفت هنا يبقى اون. طب لو مبدوء متحرك ناخد لها اون. زائد اهو الايو ده اهي، زائد المكسيك واخواتها. كان في عندك المكسيك والموزمبيق وزيمبابوي، بتكتب ازاي؟ وزيمبابوي وكومبداش، كان الحاجات دي كلها بتاخد الايو. يبقى مذكر ساكن ايو. طب لو الدوله مؤنث فيها ايه في الاخر؟ اون. طب لو اولها متحرك يبقى ناخد لها اون. حلو الكلام. عشان ما تنساش الكلام ده انا هشبهه لك بمثال بسيط كده. بص، فاكرين الملحوظه اللي كانت بتقول كل فصول السنه بتاخد اون ما عدا الربيع اللي هو كان اسمه برانتون كان بياخد الايو اللي هي الاو. مش دي كانت ملحوظه عندنا برضه في ثانيه ثانوي؟ كل فصول السنه اون، كل فصول السنه اون ما عدا الربيع كان بياخد الايه؟ الايو. بالله عليك يا اخي كده اصحى معايا كده، كل فصول السنة مبدوءة بحرف متحرك. يعني وليكن على سبيل المثال قلت إيذار HIVER الشتاء مبدوء بحرف متحرك. لو جيت قلت لك إيتي مبدوء بفويل متحرك. لو جيت قلت لك أوتون آخرها إي وأولها متحرك. كل فصول السنة اللي المؤنث والمبدوءة بمتحرك فيهم هنا أهو كلهم كانوا مبدوئين بمتحرك فعشان كده خدت الأن. أما الربيع كان مذكر مبدوء بساكن فعشان كده خد الإيو. قيس عليها بقى الدول. قيس عليها الدول إزاي؟ مذكر ساكن زي ربيع، اكتب كلمة برانتو واكتب تحتها الدول. يعني ايه يا عم؟ يعني ربيع كان مذكر ساكن فخد الايو، يبقى كل الدول المذكر ساكن هتاخد الايو. كلمة برانتو معناها ربيع مذكر ساكن فعشان كده خدت الايو، يبقى الدول المذكر ساكن بتاخد الايو. دولة مذكر مبدوءة بحرف ساكن بتاخد الايو. طب لو مؤنث اون مبدوءة بمتحرك بناخد لها اون. انا متعصب ليه؟ انا مش عارف. تاني كده القارات اون عشان كلها مبدوءة يا جدعان في الدول والقارات والكلام ده كله اي حاجه مبدوء متحرك خد لها اون. يبقى انا عندي القارات اون، الدوله مذكر ساكن ايو. طب لو مؤنث اون مبدوء متحرك اون زي كل فصول السنه اون ما عدا الربيع بتاخد الايو. خد لك لقطه على الشاشه. بص يا سيدي النعكشه دي ايه ده بقى؟ طب تعال نجيبها من فوق حروف الجر. القارات اون عشان مبدوء متحرك، اكتب السبب واذا عرف السبب بطل العجب. وانا بقول ايه؟ المهم الدول المذكر ساكن تاخد مذكر ساكن او، لازم مذكر. الدول يا جدعان ما بتاخدش ايو الله، ما بتاخدش الله ولا بصرف. تمام؟ مذكر ساكن ايو. طب لو مؤنث اون مبدوء متحرك اون، ده الدول كل فصول السنه اون ما عدا الربيع بياخد الايو. قيس على الربيع وبالله عليك يا اخي افهمها. قيس على الربيع مذكر ساكن خدت الايو، ربيع برانتو ما فيهاش اي فمذكر، اولها ساكن فخدت الايو، يبقى الدوله مذكر ساكن ايو. كل الدول الباقيه اون والدول الجايه بتاخد ايو اكس. طيب خدت لقطه، صورت، كتبت، شفت. طيب يبقى انا كده اتكلمت عن القارات واتكلمت عن الدول والدول المؤنث والمبدوء المتحرك واتكلمت عن الدول الجمع والجزر الجمع. لسه فاضل المدن.
لا مش هنمسحها، هنسيبها. المدن القاعده بتاعتها كانت بتقول ايه؟ كل المدن بتاخد حرف الجر ما عدا القاهره، الفيوم، سينا بياخدوا ايه؟ سينا بياخدوا الاو اللي هي ايه؟ كل المدن بتاخد حرف الجر ما عدا القاهره والفيوم وسينا بياخدوا ايه؟ ومحدش يقول لي اشمعنى، مالكش فيه. يا عم هي المدن كلها بتاخد ما حد يقول لك بقى عشان معرفه بألف ولام ومش ألف ولام. يا عم الحاج احنا في ثالثه ثانوي بالله عليك. اسمع الكلام اللي احنا بنقول لك عليه دلوقتي. كل المدن بتاخد ما عدا القاهره والفيوم وسينا بياخدوا ايه. ما حدش يقول لي ان في مدينه جمع، ما تبقاش مغفل. ما فيش مدن جمع. وليكن لو انا جيت قلت لك باري اللي هي باريس فيها اس، هل هي جمع؟ هي باريس يا عم، فمدينه بتاخد زي لندن. لندن يا عزيزي اللي هي معناها لندن. لندن اهي فيها اس اهي بس مدينه، والمدن كلها مفرد مفيش مدينه جمع. قاعده كل المدن بتاخد حرف الجر ما عدا القاهره والفيوم والسينا بياخدوا ايوه. حلو الكلام؟ مفيش مدينه جمع. باريس ولندن وبوردو الحاجات دي بتاخد بس، القاهره والفيوم والسينا هي اللي بناخد لها ايوه. طيب بص يا عزيزي عشان نخلص من الموضوع ده خالص، الدولة المنتهية بإيه هناخد لها اللي فيها إيه. يعني إيه فيها إيه؟ يعني يا إي إن يا دي إيه بعد فيرب فونير. الدولة اللي فيها إيه أو متحرك في الأول مبدوء. الدولة اللي فيها ايه او مبدوء متحرك هناخد لها اللي فيها يا اي ان يا دي اي. اما المذكر فين اللي انا بعمله ده يا جدعان؟ اهدى بقى شويه يا اخي، ما تقعدش تزعق لنا كده. انا عمال ازعق لكم ليه؟ انا مش عارف والله. انت هتكتب انت كمان ولا لا؟ الدولة المذكر ساكن هناخد لها ايوه. الجمع ناخد لها ايوه اكس. اللي خد الايو هياخد الديو. اللي خد الايو اكس هياخد الدي اس بعد فيرب فونير. صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. اي حاجه خدت حرف الجر بس واحد هتاخد حرف الجر زي يعني وليكن القاهره هنا خدت حرف الجر او دو. هنا خدت ايو يبقى ايو ديو. هنا خدت الاون وهنا خدت الدوله اللي فيها اي هناخد لها اللي فيها اي اهي. الدوله اللي فيها اي خد لها اللي فيها اي ان ودي اي. اللي خدت الايو هياخد الايو الديو. يعني المذكر ساكن خد الايو يبقى تاخد الديو. اللي قارن فيهم سنه خدوا الايو يبقى هياخد الديو. اللي خد الايو اكس هياخد الدي اس. انا كده خلصت الدول والمدن. كل المدن بتاخد ما عدا القاهره والفيوم وسينا بياخدوا ايو او ديو. كل تاخد او دو. كل الدول كلها بتاخد اون اللي هي ما عدا الدوله المذكر ساكن بتاخد الايو والدول الجمع ايو اكس اهي. دوله اخرها ايه يعني مؤنث او موضوع متحرك ناخد لها اي ان. الدوله اللي فيها ايه خدها اللي فيها ايه يا اي ان يا دي ايه. اما المذكر ساكن بياخد ايو وديو والدول الجمع بتاخد ايو اكس. انا كده خلصت الدول والمدن والجزر. كده خلصنا حروف الجر مع دول المدن والجزر. فاضل حاجه بسيطه خالص هشرحها عشان ابقى خلصت. ما تنساش ان الماده الخام كانت بتاخد اون زي اون كوتون اون ساتان اون كوتون اون ساتان اون لا وكان في اون كير كان معناها جلد. الماده الخام كانت بتاخد اون يا عزيزي وكان السؤال عنها اون كوا من ماذا او من اي ماده خام. وصف الملابس كان بياخد وصف الملابس كان بياخد حرف الجر زي ابوا نقط واكارو كاروهات وارى يور مخطط وألا ست معناها ضربات. وصف الملابس والاحذيه. محدش يجي يقول لي ده منقط والنقط فيها اس جمع فناخد لها اكس. ما تبقاش عبيط. هو انت بتوصف نقطه لما تيجي تقول قميص مخطط هل قميص مخطط بصوص خط لا يبقى ده وصف كامل ملابس. وصف الملابس والاحذيه بياخد حرف الجر اما الماده الخام وصف الملابس الماده الخام وصف الملابس اللي بعده الكلام ده طبعا موجود في المذكره بتاعتنا. بص فيها كده يا حبيبي واقعد وذاكر واحفظ. انا مش هحفظك. اللي بعد كده كان في عندي زمايل اتنين مهمين جدا على السريع كده. زمن الباسيريسون واحفظ اسمه. باسيريسون كان زمن الماضي الحديث
الماضي الحديث. الماضي الحديث حديث يعني لسه حاصل. الماضي الحديث يا عزيزي الغالي كانت ليه كلمه داله واحده يتيمه اسمها اليا. اليا دي كان معناها منذ. زمن ماضي حديث اللي هو كان بيتكون من فينير دو زائد مصدر. الماضي الحديث فينير دو زائد مصدر. ايه اليا؟ عندك اليا في الجمله، يبقى انت هنا بتتعامل مع الماضي الحديث فينير دو مصدر. وليكن اليا اينير منذ ساعة. زي ما اليا اهي تيجي في نص الجملة او اولها عادي، هتروح قايل مثلا je viens de manger، انا لسه واكل. لو انا عندي في الجملة الدو مع مصدر يبقى انا عايز فينير. يا جدعان اي قاعدة عبارة عن مثلث في لازم يبقى فيه ضلع ناقص. عندك فينير يبقى انت عايز دو مصدر. طب انا عندي دو مصدر يبقى انا عايز فينير. طب انا عندي فينير يبقى انا عايز دو مصدر. طب انا عندي كلمه داله يبقى انا عايز فينير دو مصدر. لازم اكملها. الماضي الحديث فينير دو زائد مصدر. انا مش بشرح بس، انا بفكرك مش اكتر. ده مش شرح والله. علينا الكلام ده شرحناه لما قلبنا تعبنا اقسم بالله والله العظيم. الواحد قلبه تعب من ثانيه ثانوي. ماضي الحديث فينير دو زائد مصدر. اي عندي دو مصدر اهي يبقى انا عندي دو مصدر يبقى فينير دو زائد مصدر. استغفر الله العظيم، استغفر الله يا رب صبرنا. بص يا سيدي، المستقبل القريب. المستقبل القريب كان اسمه فيتير. ايوه يا حبيبي فيتير بروش BROCHE. ماشي. فيتير بروش زمن المستقبل القريب. المستقبل القريب كان ليه كلمات داله مهمه جدا 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 جدا، اللي هم كلمه دوما، يا سلام، بروشا، سوسوار، بليتار، يا سلام يا سلام، وبيانتو. دون كان معناها خلال زمن المستقبل. حد يقول لي زمن الماضي؟ يا نهار ابيض يا جدعان. كلمه دون دي ان اس معناها خلال، بقول لك خلال اسبوع انا هسافر زمن المستقبل. كلمه دومان دي معناها غدا زمن المستقبل. كلمه بروشا معناها القادم، الاسبوع القادم زمن المستقبل. سوسوار هذا المساء. واتكلمنا في هذا المساء. حد يجي يقول لي طب افرض احنا بالليل هنقول هذا المساء؟ انت عبيط ولا؟ لو انت بالليل يعني هتقول الان، مش هتقول هذا المساء. اللي بعده احنا اتكلمنا في الكلام ده كتير على فكره. بليتار دي معناها فيما بعد. بيانتو دي معناها قريبا. يبقى انا عندي دون دوما بروشان سوسوار بليتار بيانتو، خلال وغدا والقادم وزمن. احفظ الكلمات الداله والله مهم، اقسم والله مهمه. الكلمات الداله دي مهمه جدا والله. سؤال امتحان يا جدعان، ما تضيعوش تعبنا بالله عليكم. تعبنا وتعب اهاليكم وتعبكم انتوا كمان طول السنه، يعني طلعان عينكم. فبالله عليك اقعد احفظ الكلمات الداله. هنا كلمه واحده داله اليا، وهنا 4-5 كلمات دون دوما بروشان سوار بليتار بيانتو. دون خلال، دون غدا، قادم هذا المساء. بيتكون من ايه المستقبل؟ بيتكون من الي زائد مصدر. تصريف فيرب aller, je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. هنغنيها لك في ثالثة ثانوي وهنغنيها لك اهو. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, va. قالوا اليفو. تصريف فيرب الي بالفي يا جدعان. في فافا قالوا اليفو زائد مصدر اللي بنهايته اي ار وار اي واي ار. يبقى المستقبل بيتكون من الي زائد مصدر. الماضي الحديث فينير دو زائد مصدر. مستقبل الي مصدر دون دوما. الماضي الحديث فينير دو زائد مصدر. احنا كده شرحنا حروف الجر مع وسائل المواصلات، شرحنا الدول والمدن والجزر، شرحنا تعبيرات افوار، شرحنا افوار مال او اللي هي يو ار ولا بصوا في يو اكس، وشرحنا الماضي الحديث، وشرحنا المستقبل القريب. ده كله شرحناه النهارده. وحلينا على الوحده الرابعه. الاسئله بتاع القواعد اللي انت شفتها دي كانت اسئله على الوحده الرابعه. يا ربنا مش هضيع تعبنا والله. والله يا ربنا ما هضيع تعبي ولا تعبكم. قعدتك قدام الفيديو ده واستحمالك للزعيق اللي انا عمال ازعقه والبهدله اللي انا عمال بهدلها مع بعض دي، والميه اللي احنا عمالين نجيبها دي، والله ربنا ما هيضيع تعبنا والله. بس انت اقعد يا حبيبي وذاكر. يعني حتى لو انت يعني مش عارف تذاكر او ما ذاكرتش طول السنه، اقعد هات اللي عندك، يعني انقذ ما يمكن انقاذه.
دايما اقول لكم يا جدعان بص هي يعني ده اتقدم، يعني مش هقول لك هات نسبه 100%، لا، دايما اقول ال70 احسن من 60، وال60 احسن من 50، وال80 احسن من 70، والخمسه ده يا عم، ده انت لما بتكون جايب 78% حد يجي يتكلم يا ماما هو ابنك جاب كام؟ جاب 80، تروح حاطه لك 1% ولا 2% من عندها والدتك. واحنا نفس النظام، بيبقى نفسنا نزيد بس ولو نص في المية. انت جايب كام؟ انا اكون جايب مثلا 79، ده جايب 80، جايب 89، ده جايب 90. بيبقى نفسنا ان احنا نبقى احسن، وانت تستاهل انك تبقى احسن. صدقني مرحله التعليم اللي انت عديت بيها دي كلها ما تضيعها، هيبقى زيك زي اللي ما اتعلمش. لا، اقعد يا حبيبي على الكتاب، اقعد، ده مستقبلك. هات اللي عندك، اتعب وسيب الباقي على ربنا. اتعب واعمل اللي عندك يا عم وسيب الباقي على ربنا. احنا مطالبين بالسعي مش بالنتيجه. انت ما انتش ضامن تعيش لبكره، بس تاكل دلوقتي عشان انت مطالب. لازم تاكل عشان تقدر تعيش، لازم تذاكر عشان تقدر تنفع نفسك، وعشان تشرف نفسك وتشرف اهلك. والله العظيم انا معلش لو كنت قلت لفظ كده ولا كده ولا زهقت ولا اتعصبت ولا زعقت، ده كله والله يا حبيبي لمصلحتك. والله انا يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والله. فربنا يصلح حالك ويوفقك الجدعا. انا كده خلصت المنهج بتاعك، 5 محاضرات، 5 محاضرات، كل محاضره فيهم ساعه، تزيد شويه او تقل شويه. كنت مبسوط ان انا معاك والله. ساعات ان انا وقفت قدام هذه الكاميرا عشان تشوفوني وانا اشوفكم. انا مش شايفكم بس انا حاسس بيكم. ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. انتظروا مننا برضو في حاجات جايه، استنونا. ربنا يوفقكم يا شباب، يصلح حالكم كده يا رب، ونسمع عنكم كل خير. والله انا بحبكم. Ça suffit aujourd'hui et c'est fini. Merci. Au revoir. انا ميسي محمد، ما تنساش.